يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم رح نبلش بطبق كثير طيب، مقلوبة الباذنجان بأسهل مكونات وأسرع الخطوات. عنا هون رح نحتاج أرز 3 كاسات، شعرية، دجاج، والخضار الباذنجان والبطاطا. أنا هون حبيت إني أضيف البطاطا حسب رغبتكم. أول خطوة رح أبلش فيها الدجاج. أضفت عليها البصل ومعلقة من الملح، 3 كاسات من المي، وبس أتأكد منهم غليوا على الغاز بشيل الزفرة وبنزل عليهم البهارات اللي بدك إياها. هون بنقطع الباذنجان، ما بحب إني أقشره تقشير كامل، بنخلي فيه شوية خطوط. هون في خطوتين للتخلص أو ما بدنا يمتص الباذنجان الزيت النباتي أثناء عملية القلي. في عندك خطوتين، إما بترشي عليهم ملح وبتخليهم نص ساعة لتنزل ميتهم، أو بتغلفيهم بالطحين. أنا هون رح أستخدم تغليف الطحين. شوفوا، على الحالتين رح يمتص زيت، لكن إحنا بدنا نخفف امتصاص الزيت بهالخطوة وحسب ما بتحبوا. هون قطعنا باقي الخضار وغلفنا الباذنجان، تأكدنا من الدجاج، وهيك كملنا القلي. والشعرية سبق حمصناهم على النار. هيك الأرز عنا جاهز، الشعرية جاهزة، الخضار جاهزة. هون نتأكد من الدجاج، قليناهم كثير كويس، حمرناهم هون حسب ما بتحبوا طبعا. وبنضيف البهارات والشعرية على الأرز وبنقلبهم كثير كويس. البهارات هون حسب ما بتحبي، في عنا بهارات مشكلة، بهارات المقلوبة، بهارات السبعة، مثل ما بتحبي. هون بحب إني أضيف الكركم عليهم. وهون بنضيف، أنا حبيت إني أرش أنا بالطنجرة شوية رز، وبنضيف باقي المكونات أو حسب ما بتحبوا الترتيب يعني. وهيك على النار لحتى نتأكد من إنها استوت. شوفوا كيف، طبعا المنظر ولا أحلى، وما بدي أحكي لكم عن طعم كثير 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 طيب. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتدعموني، تعملوا لايك للفيديو، وألف صحة وعافية.